وهذا يا جماعة فطور أهل عدن، شوفوا كيف يغمسوه بالشاي العدني وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين. معكم أنا شيف نرمين حبيب. اليوم حنعمل باخمري وحنسوي كمان يا جماعة شاي عدني، حاجة كده خطيرة خطيرة. يلا نشوف طريقتها. معنا 3 أكواب من الدقيق، ملعقة كبيرة من الخميرة، شوية بس من الملح، 4 ملاعق كبار من السكر، نص ملعقة من البيكنج باودر، والمنكهات حقتنا عندنا ملعقة كبيرة من الهيل المطحون، ملعقة كبيرة من حبة البركة، وحنمكس كده على الجاف كل الحاجات اللي احنا سويناها. وهذه الحركة جدا مهمة عشان العجينة تتخمر بسرعة معانا وكله يتجانس. هنحط حوالي 4 ملاعق من الحليب، هنحط كمان حوالي ملعقتين زيت، وحنمكس كده برضو على الجاف. هنبدأ دحين نحط موية بالتدريج، هي تقريبا حتاخد كوب موية. طبعا الدقيق يختلف من دقيق للثاني، في دقيق ياخد موية كتير، في دقيق لا، فنحن هنحط بالتدريج. نبدأ نحط ونعجن كده. انا عجنتها تمام، لكن العجينه انا شلت الجوانتي عشان خاطر ابين لكم ان العجينه شايفين كيف تلصق. انا مش عايزاها تلصق، انا ما ابغاها تلصق. هنرش عليها شويه من الدقيق، انا ابغاها شويه تكون قاسيه عشان ما تشرب معانا زيت كتير. خلاص هي كده شايفين مش بتلزق معايا، هي كده خلاص ناجحه، انا عجنتها تمام. هنغطيها وتسيبها ترتاح الين تتضاعف حجمها وتخمر معانا. هنبدا دحين نسوي الشاي العدني، جدا سهل وبسيط. اول حاجه عندنا لتر من المويه مغلي، حطينا عليه سكر حسب الرغبه، ونسيبه كده يغلي بس دقيقتين. هنبدا نحط الشاي هو حوالي 5 ملاعق كبار، لانه لازم يكون كده شاي ثقيل جدا. وهنبدا نسيب الشاي يغلي كده دقيقتين معانا، ونبدا نحط باقي المكونات. هنحط نقطه ملح. المكون الاساسي عندنا هيل ملعقه كبيره، عندنا كمان قرنفل ناعم، هنحط برضو شوية بس ما نكتر، وهذا اختياري. بعدين خلاص كده الشاي حقتنا صار مظبوط تمام. ايش هنسوي؟ هنجيب حليب مبخر، هنسيبه كده يستوي معانا برضو 5 دقايق وخلاص يكون جاهز. هنبدأ نرش الكاونتر بتاعنا بالدقيق، وهنبدأ ناخد العجينة نفرغ منها الهواء ونسويها بالشكل هذا، نفردها كده عشان نبدأ نقطعها. هنبدأ نقسم بالشكل هذا، إصبعين إصبعين. طبعا هذه الكور ممكن نلفها في ستريتش وندخلها الفريزر، ولما نحتاجها نطلعها